السلام عليكم وان شاء الله تكونوا بخير. اليوم سيدي علي فراقي قال لك انه هذه المماطله في تعيين المدرب ربح الوقت من اجل ماذا؟ اسكو المشكل مادي بسبب الاموال؟ اسكو راكم رايحين بينا لواحد الوقت وين تقولوا لنا انه ما لقيناش مدرب وراح نعينوا مدرب وخلاص وما بقاش الوقت على كاس افريقيا؟ اليوم وضحها سيدي علي فراقي في هذا البلاطو، بلاطو قمه، بلاطو ناري. ننصحكم بمشاهده هذا الفيديو راح نسمعوا مع بعض واش تكلم سيدي علي فراقي. بص، المنتخب الوطني لا يوجد اتفاق مع اي مدرب، هناك اسماء مطروحه سيدي علي هنا وهناك، اخرها كان باولو بينتو، ولكن لحد الان ولا اتفاق رسمي مع اي مدرب. الجزائر بدون مدرب قبل اول تربص لها على بعد اقل من شهر. شوف خويا احمد، الحاجه الاولانيه يصعب الاختيار. علاه؟ انا عندي انا كي نقول لك علاش راح نخير، باسكو عندنا مدربين اللي راهم في لا ليست، يعني في القائمه، شي مدربين ما همش يخدموا، دونك راح تجيب مدربين عاطلين. دونك الحاجه الاولانيه ما تقوليش انا مدرب هذا كبير، المدرب كبير راه يخدم، هذه حاجه الاولانيه. حاجه ثانيه يعني الوقت اللي باش تجيب مدرب. نورمالمون نهار خممت علاش راني نقول لك ما كاش بلانيفيكاسيون، ما كاش تخطيط، ما كاش، ما تحسش باللي لا ديتي نتاعنا راهي محطوطه. علاش لي زيكيب كاع يحبسوا مدرب من هذا قبل ما يتحبس المدرب تاعك؟ نورمالمون في هذاك الوقت اللي كنا نقولوا بيتكوفيتش مور جيست مور لا كوب دي موند لازم يروح من هدايا تاك في هذاك المومون تقول علاش راح يروح، واش النقائص اللي عندنا اللي لقيناها فيه، هذوك النقائص وعلاش راهو رايح، تروح تشوفهم كوم بروفايل في مدرب واحد اخر. فهمتني خويا احمد؟ يعني هذوك النقائص اللي كانوا عند بيتكوفيتش وعلاش راه ديتو، يعني السبب لازم تروح هذاك السبب وهذوك النقائص، هذاك السؤال اللي علاش راح نحيه، هذاك هو اللي لازم البروفيل اللي راح نحوس عليه. ما نحيتوش حتى هكذاك بيتكوفيتش، تقول باللي مش علاش نحينا بيتكوفيتش؟ هما يقولوا باللي الشعب نحاه، ولا ماشي احنا، ماشي هما تفاصيل، على بالهمش بالك على نحاه. تصير اداري صحيح انك تقول الشعب نحاه كان المدرب. انا ما نقدرش نقول لك باللي انا واش شفت باللي يعني الناس اللي حاكمين في اسمه قال لك باللي كاينه كونتراديكسيون، يعني كاين شغل. هما قال لك باللي كل حاجه ايجابيه كارديه، معلاش نحيدو الكوب دي مونت ولا اسمه تاعو الباركور تاعو بوزيتيف، باركور بوزيتيف تنحيه. وهذه نقطه استفهام مازال واحد ما فهمهاش. انت راح تنحيه هذوك الامور اللي نحيتهم على جالو، تروح تحوس. انا باسكو ما يعرفش ينحي، ما يعرفش ينحي تشينا، انا نروح نجيب هذا اللي نحينا بيتكوفيتش باش ما يعرفش ينحي حاجه، ما يعرفش يدير حاجه، ما نروح نجيب البروفايل اللي حبينا في هذاك الشغل، اللي هو يعرف يشد الجروب. المرحله اللي انا فيها راهي في الوسط، هذه مرحله في الوسط، ماشي راح نبداو حنايا. انا نشوف باللي راح يكون اختيار، وقلناها لهنا منا خويا احمد الدنيا فوا، قلت انا بلي راح يديروا شغل باطا ويجبدوا هيدا واحد، راح يكون اختيار هكذاك برك عشوائي، ان لم يكن عشوائي. دونك ما على بالناش لا تاع دراهم. انا كانت حاجه شغل كانت في بالي، انا اللجنه اللي تاع الاختيار هي قبل لجنه سيدي علي. عندي سؤال لك، المشكله البروبلام هل هو في اختيار المدرب؟ ما لقيناش المدرب المناسب، ما فهمناش علاش نحينا بيتكوفيتش وما لقيناش، ولا في شروط تفاوض، ولا شروط تفاوض اللي فرضوها المدربين ما عندناش الامكانيات اللازمه باش نجيبوا المدربين اللي حابين. انت كنت عندك اغلى مدرب في الافريق، تخلص اغلى مدرب في الافريق وكان يخدم عندك وراح كوب دي موند، وهاد المدربين اللي راح تجيب منهم ما همش يخدموا، ما همش راهم في بطاله كما يقولوا. دونك الجانب المالي ما شكيتش يكون غالي، باسكو غالي على بيتكوفيتش وانت خلصت بيتكوفيتش وزدت خلصت راح. دونك انا ليا ماهوش الجانب المادي، ونشوف اللي كاين ربح الوقت. هذا ربح الوقت يا خويا احمد باش يكون اختيار استعجالي، وكي نخيروا اختيار استعجالي واش راح نقول؟ لو كان يبانوا عيوب نقول دوماج، خلاص لحقنا الماتش جبناها، واش نبداو برك، باسكو كان عندك وقت كافي
باش دير اختيار والتفاوض. واش راح تجيب؟ راح تجيب مدرب. انا شفت باللي هذا الوقت تضييع للوقت حتى واسمو باش ديكلاري وتقول انت باللي ديما ممكن ما لقيتش. هاي ندي خويا احمد، نقول كيف احمد يونطري ما كاش، انا نبداو السمانه الجايه نبداو، ويكون اختيار استعجالي بالعيوب تاعو. العيوب هذوك اللي ما نحصلهم في الوقت، باش انا بدينا لازم نلعبوا بفريق وطني بمدرب. شكون يتحمل مسؤوليه هذا التاخر؟ خاصه سمعنا بلي كاين لجنه فنيه استشاريه، لجنه فنيه استشاريه مع المديريه الفنيه، قال لك هي اللي راح منها ولا مش شروط هي اللي توفر لنا المدرب القادم. ولكن الاشكال مع اللجنه الفنيه الاستشاريه هذه، واخر الاخبار تقول باللي جميع الاسماء اللي اقترحتها هذه اللجنه الفنيه، جميع الاسماء لم يتم الموافقه عليها واتجهوا لاسماء اخرى. هل اللجنه الفنيه الاستشاريه هي اللي كانت سبب التاخر؟ هل المديريه الفنيه ما عندهاش مشروع واضح هي اللي كانت سبب التاخر؟ هل المماطله من المكتب الفيدرالي اللي كانت سبب التاخر؟ وشنو هو السبب تاع التاخر؟ علاش انا روطر؟ شوف انايا على حسب رايي المتواضع كما يقولوا، كيكون كاين، انا ما شكيتش في اللجنه اللي ما قدرتش ولا ما باش يوسف يخص ان ديسيدور. الديسيدور يقول لك انا نهار الخميس نسحق مدرب، نهار الاثنين نسحق مدرب. اللجنه هذه اللي درتها لي فيها عامر والشيخ عامر والشيخ سعدان والشيخ امين غيموز وكريم قاصد وبوعلام ناروم ومحمد معوش وفؤاد شيحه اللي نوجهوا له تحيه منها. هذه اللجنه ماشي هي اللي راح تدير، راك تقول راح تخير. انا لو كان نعطي لها 3 اسماء ونكون على بالي بلي نقدر نتفاوض معاهم، يخرجوا لي اسم كواكو. يعني انا واش راني نقول باللي ربحين للوقت يا خويا يوسف، هذه ما نخرجش منها. كاين خويا احمد كاين ربح للوقت في هذا باسكو علاه كومينيكي ما كاش. نزيد نعطيك واحد حاجه لي زالجيريان ماهمش اغبياء. انت كي تقول باللي اني فسخت العقد تاع بيتكوفيتش بالتراضي، سيتو كلمه هذيك بالتراضي، هذه هنا والله صراحه انا واحد دخلني شك كيفاش يعني بيتكوفيتش هذا يسني 2028 من بعد مباشره يفسخ العقد بالتراضي بدون اي مشاكل، بدون ما امنتش. يعني هذا الامر هذا ما مازال حد ساعه علامه استفهام. لازم يدير لك امبينو بالتراضي، امبينو فيه لي جوا اللي يقعدوا، فيه لي جوا اللي راهم كاينين. حنا نشوفوا بلي باش ما ندخلكش في موضوع واحد اخر، نشوف بلي راح نخيروا لي جوا وراح نديروا قائمه ومن هنا فوالا. هذه اللي هضرتها في الموضوع تاع عنتر يحيى، قلت لكم يعني كيفاش عنتر يحيى يدير قائمه. مستحيل يجي مساعد مدرب يدير قائمه ويخرج يعني مدرب يعني مدرب يخرج بالتراضي بدون حتى بيلون. ما كان حتى بيلون تاع يعني تاع اللاعبين اللي راح يبقاو اللي ما راحش يبقاو. من بعد تجي يقول لي انه عنتر يحيى هو اللي راح يعين اللاعبين وراح نعاودوا كل حاجه من جديد. ما فهمنا والو والله، غير راهي خلوطه وخلوطه كبيره. التراضي معناتها نعطي لك هاي كيفاش هاي الليطه. اسكو قالوا لنا في الكومينيكي هذاك باللي بالتراضي شغلنا نحكيو غير على الدراهم، بالتراضي معناتها ما خلصناش بزاف ولا ما يهموناش هذوك. الشعب الجزائري ما يهموش هذوك، يهمو الفريق الوطني. اسكو انت درتي الديكلاراسيون باللي بعد ما انهاء مع بيتكوفيتش الذي قدم لنا من بينون، يعني نسيت بينون بالعربيه، تقرير. نعم التقرير كلي على الفريق الوطني. هم ديك اللي جوا اللي كانوا عندي، هم اللي قاعدين هذيك هكذا لي ديفونسور باسمهم قائمه نو سيراس كي سيدي موسعه باش ما باسكو ينا با لو دروا دو ينحي ويزيد. فوالا يعني كان بيتكوفيتش المهم هو اللي يعني يخلي قائمه موراه تاع اللاعبين اللي راح يبقاو اللي راح يروحوا، شكون راح يريح. محرز قدم الاستقاله تاعو، عيسى ماندي، فلان. هذه هي يعني القائمه تاع اللاعبين اللي مازالوا اللي راح يروحوا واللي كاينين. من بعد يجي المدرب اللي موراه يلقى البيلون تاع المدرب الاول وينطلق من البيلون تاع المدرب الاول. لكن بعد ما تقول لي انه عنتر يحيى يعني هو مساعد تاع المدرب راح يدير قائمه 50 لاعب، ورا يعني المنهجيه اللي تخدم بها، ورا طريقه العمل اللي تعمل بها، حسب يعني واش راه يتكلم. ويدير تقرير مفصل، هاي كيفاش لعبنا، هاي كيفاش جيت بديت دراهم ورحت بالتراضي ورحت. فوالا هذاك على هذاك التقرير هذاك
شيء وتنحي في كل عام ولا عامين تنحي وتجي يجيب لاعب واعد ويستنى هذيك لا شونس باش كيما يقول لك يديها في لو موند اونتي يتعامل هكذا. حنا دور كاع الناس كاع لعبت، الناس كاع ولات انترناسيونال. انت اللي تهضر معاه انترناسيونال وين انترناسيونال؟ يقول لك لا خدم ماشي حاجه. الشامبيونات تاع الطاليان لي شونس اللي لازم يتمدوا ما تمدوش في وقتهم، طون جو ما كاش، طريقه اللعب ما كاش، يعني ارماده تاع اللاعبين راهم جايزين على تطراوي ما يلعبش وما نشوفوش كاع وبقرار ما نشوفوش. حنا نتمناو، حنا نقول لك حاجه ما يختلفوش عليها اثنين اللاعبين سيتو في هذا المومو هذا. كاين لاعبين ان شاء الله كما يقولوا يجيهم واحد اللي يعرف يستغل هذه المواهب، هذه مواهب كبيره. الناس كاين دي كلوب عرفوا كيفاش يستغلوا اللاعبين تاعهم وديباساونا في امور، يعني في كاليفيكاسيون ولا في حنايا قعدنا جوار اللي باينين بلي راح نلعبوه. انا ليا هادو اللي بقرار من هذا جبتهم لعبهم عطيهم طون جو، لعبنا بزاف، لعبنا 32 ماتش. راح تلقى عنده شحال عندك طون جو يقول لك 7 دقائق الاخر 12 دقيقه الاخر ولعبوا كاع. هي من بقرار ثاني كاين بوداوي واخبار انتقال بوداوي الى نادي مارسيليا، خروجه من نادي نيس واخبار انتقاله الى مارسيليا. اسكو تشوف لي الطريق المناسب لبوداوي انه يروح لمارسيليا؟ والله غير خطا. نجيب المدربين اللي جبناهم كاع دائما نحصلوا حنا فيهم، باسكو علاش لي زوبجيكتيف تاعنا حابطين، لي زوبجيكتيف حابطين. انا المدرب هذا اللي يقبل نعطيله نكون امبيسيو ونعطيله ما ينجحش ما لحقش وما نجحش ما يتنحى، ماشي يتنحى بالتراضي ونحلوه باش بالتراضي. فهمتك اوبجيكتيف اللي تعاودت لي حاصل به. انا ندير لك اوبجيكتيف تقبل، انت ما لحقتش هذاك الاوبجيكتيف اوتوماتيكمون الفريق تاعك راح يتطور، راح يزيد. كي يكون اوبجيكتيف الفوق، كي تكون السرعه تاعك راح تزيد، كل حاجه راح تزيد. انت الا ما لحقش لي زوبجيكتيف تاعو، شكون يخسر المدرب برك يروح شويه، عطينا شويه حق هذه ستيماسيون. المدرب يقول لك كاين حيوه يقول لك عطاوني انا اوبجيكتيف عالي يا خويا تجي تخدم لنا في الجزائر كيمدوا دراهم بزاف والاوبجيكتيف تاعهم غالي بزاف، ما تقدرش تروح، لازم ديرين اكسبسيون. حنا نعطوا نجيبوا مدرب نعطوا له دراهم بزاف ونعطوا اوبجيكتيف لهنا، ومن بعد كي نشوفوا حنا باسكو الناس الشعب تاع كرة قدم راحت الهوية، راحت لاكرينتا، مازال في مع الارجنتين، مازال في الماتش تاع لا سويس، وشفنا امور هيدا، ومن بعد ولينا ما نقدروش نتوشيوك. علاش؟ باسكو الاوبجيكتيف تاعك اتان، وكاين الناس اللي هنا طبل تقول بون فوسمو بوزيتيف اللي قلنا بوزيتيف. انا تشوف كاين ماتش واحد تفرح به يا سي محمد وخلاص، حنا ما شفنا والو. الفريق الناس اللي تعرف هذو كنت تسقسيهم لي شيحه اللي واسمو اللي بو على منارهم، تسقسيهم تقول له في عامين 58 لاعب صافات 58 لاعب سينا وفريق 58 ما تقدرش دير فريق هنا في 58 هذو كاع لعبوا في 58. واش من فريق هذا؟ ما كاينش فريق في 58. ما درتش وساطير، ما درتش وساطير، ما حطيتش انا ندورو فريق يمشي وتنحي في كل عام ولا عامين تنحي وتجي يجيب لاعب واعد ويستنى هذيك لا شونس باش كيما يقول لك يديها في لو موند اونتي يتعامل هكذا. حنا دور كاع الناس كاع لعبت، الناس كاع ولات انترناسيونال. انت اللي تهضر معاه انترناسيونال وين انترناسيونال؟ يقول لك لا دخل 4 مينيت مع الاخرى دونك انترناسيونال. لا شفيتنا رحنا متوسط وقالت بلي برنامج. المهم خوتي ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، راكم سمعتوا سيدي علي الفراقي. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش لايك واشتراك في القناه. نتلاقاو في فيديو قادم، سلام.